نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. هذه الأمسية ريال مدريد يلعب هذه المباراة بينما البارسا يخوض في ملعبه بين جماهيره. لعبات كبيرة للغاية وصعبة على برشلونة. هذا الكلاسيكو وسطية. اللمسة البينية البداية لمودريتش. لوكا مودريتش يحاول بكرة، يا إلهي ضاعت من الأمير لوكا. فرصة لريال مدريد في وقت مبكر. شوفها مرة أخرى داني كارفاخال، تمريرة بينية تضرب دفاع البارسا، يتعثر يتأخر ولا ينجح في استغلال الفرصة. مودريتش ضيع هدف أول في الكلاسيكو. برشلونة ليفاندوفسكي. أي تحدي في هذه الأمسية. يغيب هذه الأسماء الثلاثة وديمبلي وبيدري. جيدا انه الميريا قدم له خبره كورونا في الجوله الماضيه على مستوى ليغا وخدمه كبيره باسقاطه برشلونه، وان الفارق سيصل الى 10. بدل الجميع انها تقترب اكثر من 10 نقاط، لكن البارسا كانتين تقريبا في اسبوع واحد عندما على مستوى النتيجه او على مستوى اولد ترافورد ضد مان يونايتد على مستوى الدوري والنتائج. ضربتين موجعة. الكرة تصل فيردي، لمسة إلى عند أسبوع متواضع يا تشافي أوروبي مغادرة البطولة، ثم ضد الميريا محليا. بنزيما كامافينجا. السيناريو في هذه الأثناء ريال كروس بناء هجمة لمصلحة ريال مدريد. تحاول يمسك زيما، حاول الضغط على مناطق برشلونة. الخدمات التي تصل إلى فينيسيوس لا يستجانب أراوخو الذي يريد قطع كل الإمدادات. الكرة فينيسيوس تحت. حلوة من جانب كيسي، ولكن الكرة مدريدية، اللمسة مدريدية. كامافينجا روح الشباب والقتالية. العودة مدريدية لمودريتش. فينيسيوس على اليسار، حطها البنزيما، الكنترول، يا إلهي أجمل هدف لا يحتسب في التاريخ الكلاسيكو ربما. لقطة في منتهى الروعة. شوفها مرة أخرى، الكرة من فينيسيوس، ونعم تسلل على كريم بنزيما في هذه اللقطة، لكن كنترول جميل. كلاعب في الكلاسيكو الحكم احتسب التسلل، ولكن لا زال يراجع القرار مع مساعدين خوسيه لويس غونزاليز في غرفة الفيديو. من وضع فرانك كان متسللا أم لا؟ سننتظر وإياكم حكم المباراة. نعم يحتسب هدف لبرشلونة الأول للبارسا بعد العودة إلى الفيديو. غفلة من دفاع ريال مدريد، عمل كبير من الإيمواري، وهدف أول لفريق تشافي. البارسا يسجل هدفه الأول في برنابيو في بطولته المفضلة، في مبارياته المفضلة، وأمام الريال في البرنابيو. اعتاد على التألق على مستوى الكاس. شوفوا مرة أخرى، لم يكن كيسيه متسللا في هذه اللقطة. اللمسة من توريس، والهدف لمصلحة البارسا. البلوغرانا يسجلون، يتقدمون. فيني ولكن أراوخو، شوف أراوخو يقطع الطريق في اللحظة الأخيرة. لا يسمح له بالعبور، لا يرضى له بأن يمر، لا يسمح له بالمرور، لا يسمح له بأن يصل إلى شباك برشلونة. يقطع الطريق في اللحظة الأخيرة. مدريد أنصار برنابيو، وكرة عرضية خطيرة مرت من الجميع. بنزيما أمام رافينيا، يحافظ على الكرة القائد كريم للوراء. داني كارفاخال. انتفاضة مدريدية في هذه اللقطة أو في هذه اللحظات، لكن الكرة بعيدة على أو ضاعت من تونس، وبالتالي إلى وجود ضربة أو رمية جانبية. هذه اللقطة اللي كان فيها ضربة، هذه اللقطة اللي طالع فيها فينيسيوس بين الكرة لم تخرج منه، وبالتالي إلى ركنية، لكن الحكم أشار إلى وجود ركلة مرمى. تعود الكرة إلى فيني مرة أخرى. فينيسيوس، مباراة كبيرة لأراوخو كما هو متوقعا سيكون خيار ريال مدريد، وأظن على حساب توني كروس. ريال في الجهة اليسرى. فينيسيوس قادم في تشكيلة إلى لوكا مودريتش، محاولة لمصلحة يحاول يمر أمام بوسكيتس. مودريتش، فينيسيوس على جهة اليسار. فيني أمام الكبيرة عند بوسكيتس، يقضي على أخوة بوسكيتس على هجمة فينيسيوس، ويبدأ هجمة برشلونة.
أراوخو يلعب أراوخو المتقدم مرة أولى على جهة اليمين بالنار، ضيع الكرة وترك المساحة كبيرة. الكرة على جهة اليمين لمصلحة داني كارفاخال، وفينيسيوس ينتظر بعد ذلك التمرير. طلب الكرة على اليسار لفينيسيوس، بالدي في التغطية بروعة كبيرة، وكوندي آسف. تدخل قوي في هذه اللقطة، يكون هو رودريجو. سيسي حصل على انذار طبعا. كامافينجا يتحول مدريد وكل شيء يبقى على حاله باستثناء ان روحي ايسر مدافع ايسر في تشكيله ريال. رودريجو سيكون خيار هجومي اخر. كره عرضيه داخل المنطقه لكن الابعاد من جانب الونسو. فالفيردي ضاعت منه المرتده لبرشلونه. الانطلاقه على جهه اليمين. جافي يبحث عن التمرير، تاخر شويه جافي، تاخر كثير جافي، استعادها بعد ذلك فيدريكو فالفيردي. كريم بنزيما مع المدريدية على اليسار لمصلحة كريم سافيني. فينيسيوس يحاول ان يمر الهجمة، صعب التمريرة. بنزيما وجافي، خطأ على بنزيما. بدا انه في تدخل على كريم في اللقطة الماضية او لا شيء في قرار الحكم. لا استمر الحكم، كان قريب اول لمسة من جانب رودريجو الخبرة التي يفيد فيها برشلونة سنوات. كرة بدون تركيز، بوسكيتس عصارة من جانب الحكم طالما لم تنتهي وقادر على فإن ريال مدريد يبقى خطيرا جدا على إلحاق الضرر بخصمه. سيبايوس أنشيلوتي، لمسة لجهة اليمين. سيبايوس الخيار القادم في تشكيلة فيران توريس يحافظ على كرته. كامافينجا لاعب جيد هذا توريس من حيث التغطية والتدخل من جانب التحركات الذكية والمهارات. لاعبين بشراسة أكثر، متوحش أكثر، لكن مباريات من هذا النوع تحتاج تظهر أداء أقوى في وسط للدعم أكثر في هذه الأثناء. من الميدان لمسة لمصلحة تشواميني، عاد البرنابيو من أجل العودة في المباراة ليواصل التنظيم الدفاعي والإبداع في الخطوط لريال مدريد. الكرة على جهة اليسار، البارسا يوصل لمسة إلى كريم بنزيما نحو تشواميني. مدريد الهجوم بقوة أكبر في هذه الدقائق. البارسا تشواميني، كامافينجا، عناصر ريال مدريد لا مجال لترك ثغرة، مساحة في الدقائق الماضية واستمرار لدرسة. لقطة النهج، الكرة لداني كارفاخال، داني على جهة اليمين لكيسي. نعم مباراة كبيرة جدا لفرانكيسي. يمين لمسة يقراها، إبداع يتدخل من خلالها. مباراة كبيرة، عويل الكرة فات تشواميني، تيليمان بعيدة وأقرب إلى، لا زالت خطيرة عن طريق فالفيردي. الكرة إلى أقصى جهة اليمنى لريال مدريد. لونسو